السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم جبت لكم آخر صيحات الجلابة المغربية لسنة 2026 بخياطات عصرية ولمسات تقليدية راقية كتحافظ على الأصالة ديال اللباس المغربي الأنيق. غتشوفوا معايا موديلات متنوعين اللي كيجمعوا بين البساطة والفخامة ومناسبين لكل الأذواق والمناسبات. تابعوا الفيديو للآخر باش تكتشفوا الجديد. نبداو مع هاد الجليلبه. هادي جليلبه كتميز بالبساطه والاناقه ديالها. كيف ما كتشاهدوا معايا كتجي مع القميص ديالها، كتجي سامبل مع هاديك لاتوش ديال الزوق ديال المعلم. كيف ما كتشاهدوا معايا عزيزاتي، هنا صوره كتقربكم اكثر واكثر من هاد الموديل ديال هاد الجليلبه هادي. كذلك غادي ندوزو دابا لهاد الجليلبه هادي اللي كتجي مخدومه بالراندا ومخدومه بالتنبات. كيف ما كتشاهدوا معايا موديل راقي جدا، الخديمه ديال اليد. شوفوا معايا الايدين حتى هما كتجي فيهم نفس التنبات اللي كاين في جهه الصدر، والايدين كيجيو مفتوحين. شوفوا معايا مخدومين هكا بالضريس ديال الراندا. وشوفوا معايا الميلونج ديال الالوان اللي مدخلين في التنبات كيفاش جاو مع بعضهم وضافوا واحد الجماليه على اللون ديال الجلابه. كيف ما كتشاهدوا معايا كتجي مع القميص ديالها اللي كيجي مخدوم بالراندا. جليلبه كتجي بفصله عاديه سامبل مع الافتتاحات اللي كيجيو في الجناب. كيف ما كتلاحظوا معايا عزيزاتي، الفصاله ديالها عاديه بالنسبه للسيدات اللي كيفضلوا يلبسوا الجلابه بفصاله عاديه. ندوزو لهاد الجليلبه هادي اللي كيجيو الكتيفات ديالها طايحين، جليلبه مخزانيه مع القميص ديالها حتى هي كتجي مخدومه بالتنبات. شوفوا معايا كيفاش كتجي الفصاله ديالها موديل انيق جدا مريحه في اللبسه ديالها. كتجي مخدومه بالراندا والتنبات اللي كيجي جهه الصدر، كذلك التنبات كيجي في الايدين. فشوفوا معايا الخديمه عن قرب كيفاش دايره. شوفوا معايا التنبات في الايدين كيفاش كيجي، اللوينات كذلك اللي مدخلين في التنبات كيفاش جاو غزالين مع اللون ديال الجلابه. شوفوا معايا تفاصيل الخديمه، فدائما الفيديو تيقربكم اكثر واكثر من تفاصيل الخديمه ديال الجليلبات. شوفوا معايا الافتتاحات كيجيو في الجناب، موديل غزال وانيق وبلوين راقي جدا. ندوزو لعشاق الجلابه انسول بياس. هذه جليلبه اللي حتى هي كتجي غزاله في اللبسه ديالها، كتجي هكا بالطريزه في الجناب ديال الجلابه كيف ما كتشاهدوا معايا. والطريزه كذلك تجي في لي مونج، ولي مونج كيجيو هكا مقبوطين اللي بغيتي تهزيهم بحال هكا يتلبسوا بحال هكا. كتجي كذلك مخدومه بالبرشمان كيف ما كتلاحظوا معايا، مدخلين فيه نفس اللون اللي كاين في الطرزه. جليلبه غزاله كيف ما كتلاحظوا معايا كتجي حتى هي بفصاله عاديه سامبل مع الافتتاحات اللي كيجيو في الجناب ديال الجلابه. كذلك هنا نفس الموديل بنفس الخديمه، جليلبه في البلوسيال مخدومه بالطرز اللي كيجي في الجناب، والطرز كذلك تيجي في لي مونج. الكميمات كيف ما كتلاحظوا معايا كيجيو مقبوطين، كتجي هكا ممكن تلبسي الجلابه الكميمات ديالها هابطين كيف ما ممكن تهزيهم بحال هكا. وكتجي مخدومه بالبرشمان. بالنسبه لهاد الجليلبه هادي فهي بتوب لولان، كتجي بفصله عاديه سامبل كيف ما كتشاهدوا معايا عزيزاتي. هاد البلوسيال مع الغوز فوشيا جا غزال، وكيف ما كتعرفوا بانه هاد اللوينات مع بعضهم كيجيو غزالين. وندوزو دابا عزيزاتي لجليلبه اخرى اللي حتى هي كتجي انسول بياس. شوفوا معايا كيفاش كتجي غزاله وهماويه في اللبسه، كميمات كيجيو هكا عراضين، كتجي بالعقيدات نص طوق. جليلبه كيف ما كتشاهدوا معايا كتجي بالطرز في الايدين كذلك في الجناب ديال الجلابه. شوفوا معايا الافتتاحات كيجيو هكا في الجناب. جليلبه في الغوز فوشيا لعشاق هذا اللون هذا. بالنسبه لهاد الجليلبه فهي كتجي بفصله عاديه كيف ما كتشاهدوا معايا عزيزاتي، موديل انيق.
وكيف ما كتلاحظوا معايا عزيزتي، بالنسبه لهاد الجليلبه ماشي اي وحده تلقاوها لابسه هاد الموديل، يعني موديل اللي نادرا تلقاي شي وحده لابسه بحالو. وندوزو لهاد الجليلبه هادي اللي حتى هي كتجي بفصله عاديه مخدومه بالطرز اللي كيجي هكا، هاد الطرز ديال اليد في الايدين. وجليلبه كتجي مخدومه بالراندا. وشوفوا معايا الطريزه مدخلين فيها نفس اللوين اللي كاين في القميص. القميص كيجي كذلك مخدوم بالراندا. والجليلبه كتجي بالفتحات في الجناب، جات غزاله مع هذاك اللوين اللي مدخلين في الطريزه اللي كاين حتى هو في القميص. جات غزاله في اللبسه ديالها كيف ما كتشاهدوا معايا عزيزاتي. بالنسبه لهاد الجليلبه ممكن تلبسوها بوحديتها، كيف ما يمكن لكم تلبسوها مع القميص ديالها على حسب كل سيده وشنو كيعجبها. شوفوا الفصاله ديالها كيفاش كتجي سامبل عاديه بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو هكا جليلبات يجيو بفصاله عاديه. ندوزو لهاد الجليلبه هادي اللي حتى هي كتجي مع القميص ديالها، موديل انيق جدا سامبل كيف ما كتلاحظوا معايا. وهنا غادي ندوزو لهاد الجليلبه هادي كتجي بفصاله مخزانيه. شوفوا معايا ما شاء الله هاد الموديل هذا في البلوغوا مع القميص ديالها في الغوز، مخدومه بالراندا وكتجي مخدومه كذلك بالطرز ديال اليد اللي كيجي هكا في الايدين. شوفوا معايا كيفاش كتجي الخديمه متقونه. جليلبه كتجي مخدومه بالراندا حصيره كيف ما كتشاهدوا معايا عزيزاتي، فتحات في الجناب، جات حتى هي هماويه في اللبسه ديالها لا من ناحيه الالوان اللي مدخلين فيها، كذلك بالنسبه للطريزه مدخلين فيها نفس اللوينات اللي كاينين في القميص وفي الجلابه. ندوزو كذلك لهاد الجليلبه اللي حتى هي كتجي بنفس الخديمه، الاختلاف فقط ان هاد الموديل كيجي بفصاله عاديه كيف ما كتشاهدوا معايا. والجليلبه اللي شفنا قبل فهي كتجي بفصاله جبليه، وكل سيده وشنو كيعجبها. يعني كاين السيدات اللي كيفضلوا الجليلبه تجي جبليه، كاين اللي كيفضلوها تجي بفصاله عاديه. هذه لا ميم شوز حتى هي كتجي مخدومه بالطرز والتنبات. شوفوا معايا لي ديتاي ديال الخديمه عن قرب، جات غزاله باللوينات اللي مدخلين في الطرزه والتنبات، جات كتحمق كيف ما كتلاحظوا معايا. والقميص ديالها كيجي في التركوا مخدوم بالراندا، كيجي سامبل. شوفوا معايا كيفاش كتجي مع الفتحات اللي كيجيو في الجناب ديال الجلابه، وكتجي مخدومه بالراندا خفيفه هابطه حتى لتحت ديال الجلابه. هذا موديل انيق كيف ما كتشاهدوا معايا. وغادي ندوزو دابا الموديل كذلك اخر اللي حتى هو كيجي بنفس الخديمه، الاختلاف فقط في اللون. شوفوا معايا هذه جليلبه اللي كتجي بفصاله جبليه كيف ما كتلاحظوا معايا مخدومه بالراندا حصيره. طريزه نفس الشيء كتجي في الايدين ديال الجلابه. شوفوا معايا لي ديتاي ديال الخديمه. القميص كيجي حتى هو مخدوم بالراندا. فكيف ما كتلاحظوا معايا عزيزاتي هادو جليلبات كيجيو بالطرزه في الايدين مع الراندا. شوفوا معايا الخديمه عن قرب كيفاش كتجي. وهنا عزيزاتي غادي نكونوا قربنا من نهايه الفيديو. كنتمنى انه موديلات اليوم يكونوا نالوا اعجابكم، تكونوا تعرفتوا على الجديد في موديلات الجلابه المغربيه. ما بقى لي دابا غير نودعكم ونقول لكم الى اللقاء، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامه.